قصة لينا سلوان ونجاح بني حمد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والعالم العربي خلال الأسابيع الأخيرة من أبريل ومايو 2025، حيث كشفت لينا وهي شابة أردنية تعيش في الولايات المتحدة عن تفاصيل مؤلمة من طفولتها، متهمة زوجة والدها نجاح بني حمد بممارسة العنف الجسدي والنفسي ضدها بشكل ممنهج. فيما يلي ملخص القصة، الحقائق المتوفرة وآخر التطورات استناداً إلى المعلومات المتاحة. خلفية القصة: لينا جلوبالي. لينا سلوان هي فتاة أردنية متزوجة تعيش حالياً في الولايات المتحدة. بدأت في أبريل 2025 بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي إنستغرام وتيك توك تحت عنوان رحلتي مع زوجة أبي نجاح بني حمد، حيث روت معاناتها خلال طفولتها بعد انفصال والديها وزواج والدها من نجاح بني حمد. ادعاءات لينا: اتهمت لينا نجاح بني حمد بتعنيفها جسديا ونفسيا منذ طفولتها. من بين الادعاءات تعرضها للضرب المبرح بما في ذلك يوم وفاة والدها، مما تسبب بجروح استدعت تدخل الجيران. إجبارها على شرب زيت الخروع رغم إصابتها بالتهاب اللوزتين، مما زاد من معاناتها الصحية. التمييز بينها وبين أبناء نجاح البيولوجيين، مما ترك آثاراً نفسية عميقة. الإهانات المتكررة والإهمال العاطفي، مما دفعها لتعلم تحمل الضرب دون بكاء لتجنب التنمر المدرسي. لينا أكدت أن روايتها جزء من علاجها النفسي، بناء على نصيحة معالجها بهدف التصالح مع ماضيها. ردود الفعل والتفاعل الاجتماعي: انتشار القصة: تحولت قصة لينا إلى قضية رأي عام بفضل وسم عن العهر أتحدث الذي تصدر منصات تويتر، تيك توك وإنستغرام. تفاعل معها الملايين مع تعاطف واسع من الجمهور والمؤثرين ودعوات لمكافحة العنف الأسري. دعم وتشكيك: بينما دعم الكثيرون لينا مطالبين بالعدالة، شكك آخرون في دقة روايتها لعدم وجود وثائق رسمية تثبت الادعاءات، داعين إلى انتظار رد الطرف الآخر. نقاش مجتمعي: سلطت القصة الضوء على قضايا العنف الأسري والصدمات النفسية، مما أثار نقاشات حول ضرورة حماية الأطفال وتعزيز القوانين. موقف نجاح بني حمد: حتى 9 مايو 2025 لم تصدر نجاح بني حمد أي تصريح رسمي أو رد علني على الاتهامات. لا توجد حسابات موثقة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما زاد من غياب صوتها في القضية. التكهنات حول صمتها تتراوح بين احتمال تحضيرها لمواجهة قانونية أو تفضيلها تجنب الجدل الإعلامي.